بارت 2 قصة أخي يلي طلق مرته. قلتلكن ببارت 1 فتح الباب خيي شاف غرفة النوم مضوية وبيشوف فردة صباط بالصالون وشاف كمان قميص مرمي على الأرض تحت الكرسي. خيي طار عقله من هالمنظر وفات دغري على المطبخ، جاب سكين فتح الباب دغري بيلاقي مرته نايمة على التخت وحدها، وفجأة للحظة بيحس بضربة قوية كتير على راسه من ورا. برم دغري بده يشوف مين اللي ضربه على راسه، بيلاقي رجال غريب عم يهرب من البيت. خيي حاول يلحقه بس على قوة الضربة ما قدر. خيي رجع على التخت بس قد ما كان معصب من مرته كان بده يقتلها بالسكين هي ونايمة. رفع السكين بده يقتلها بس للحظة وقف شوي، بيلاقي جرح على رقبتها. خيي حاول يفيقها بس هي ما كانت تفيق ابدا، كانت فاقدة الوعي. خيي حملها وراح فيها على المستشفى. خبروا الحكيم انه هي كانت تحت تأثير مخدر كتير قوي. صار يقول بينه وبين حاله اذا عن جد هيدا الرجال عشيقة ليش بده يخدرها؟ المفروض هي بتحبه وحبلت منه برضاها. ولما فاقت مرته خبرته بيلي صار، قالت له انه في رجال غريب فات على البيت، وهيدا الرجال لما شافها هي جربت تصرخ بس هو ضربها، ومن بعدها ما بقى حست على شي وغابت عن الوعي. ومن بعد يلي صار أخي أخد مرته لحتى يعيد التحاليل بس بمختبر تاني غير المختبر يلي عمل فيه التحاليل القديمة أول مرة. وبعد كم يوم كانت الصدمة الكبيرة. خيي منه عقيم وبيقدر يجيب ولاد وما عنده مشاكل أبدا، والولد يلي ببطن مرته هو ابنه. بوقتها خيي اكتشف انه كان رح يقتل ابنه ومرته بسبب لعبة وسخة من طليقته، يعني مرته الأولى يلي بدها تنتقم منه. خيي تواصل مع المسؤول عن التحاليل وطلب منه انه يحكي الحقيقة وانه ليش كذب عليه، كان كله تخطيط من مرته الأولى طليقته. وخيي بيكتشف انه لما شافها لمرته الأولى طليقته هي وحبلة ما كانت صدفة أبدا، كانت تمثيلية لحتى تقنعه انه العيب فيه مش فيها، انه هو يلي ما بيجيب اولاد مش هي. خلت أخي شك بحاله لحتى يروح على المختبر وتبلش خططها الوسخة. وهيدا الرجال الغريب يلي فات على البيت كمان كان مدبر من طليقته. خيي قدم بلاغ رسمي للشرطة واتهمها انه هي يلي حرضته لحتى يقتل مرته وابنه، وبلغ عن الحكيم وعن الرجال الغريب يلي فات على البيت. الحمد لله انه خيي ما تسرع وقتل مرته وابنه، وإلا كان بقي ندمان كل حياته. وبالفعل ان كيدهن عظيم.